اوعي ترمي مكن الحلاقة تاني او شفرة الحلاقة القديمة دي، كنز في المطبخ هيخلصك من دهون السنين في ثواني بدون نقطة مية واحدة. اهلا بيكم يا غاليين، النهاردة جايبة لكم فكرة اغلى من الذهب بتنظيف الحوامل البوتاجاز قبل العيد من غير تعب ولا دعك. هنسمي ونصلي على الرسول وهنشوف مع بعض ايه هو السر بتاعنا في تنظيف الحوامل، وعامله لكم كذا فيديو لتنظيف البوتاجاز وتنظيف البطاطين وتنظيفات كتير جدا على القناة، اتمنى تشوفوها. عندك اي كيس بقى زبالة هاتيه، او كيس كبير كده هاتيه، هنحتاجه جدا. تمام. في الوصفة دي الأكياس دي حلوة جدا، فلو عندنا مش عندنا نجيب كيس زبالة بتاع الزبالة ونحط فيه الحوامل بتاعتنا. دي أول حاجة هنعملها. تاني حاجة هقول لكم اللي احنا استخدمنا ايه في تنظيف الحوامل. هنضيف ايه عشان يطلع معانا فله شمعة منورة مش هتحتاجي تدعكي فيه اي حاجة. هي عبارة عن مكون واحد تشتريه من بره، رخيص جدا، رخيص جدا. يعني تجيبي ب10 جنيه هتنضفي بيه حوالي 5 6 7 مرات، فالمرة الواحدة بجنيه، هتنضفي الحوامل بجنيه. من عند بتاع الصابون اللي بتجيبي منه المنظفات، بدل ما تجيبي حاجات غالية وتنضفي بيها هتجيبي المادة الكاوية او اللهم صل على سيدنا محمد، البوتاص. عارفين البوتاص؟ لو عندك برضو عيون البوتاجاز بالشكل اللي انتي شايفاه ده، رجعها لي جديدة. انا عاملة فيديو مخصوص لعيون البوتاجاز، لو حابة تشوفيه. بنضف عيون البوتاجاز سهلة جدا برضو بالمكون ده، خطير. ازاي تنضفوه؟ لو حابين تشوفوه على القناة ارجعوا شوفوه على القناة، ترجع جديدة زي الاول. المكون هو اللي بقول لكم عليه ده. واحنا هنعمل ايه بقى؟ نجيب كده طبق ميه دافيه، هتجيبي ميه دافيه او ميه سخنه وهتحطي عليها معلقتين او معلقه بطاطس. اهو البطاطس بيبقى شبه التلج كده، قطع شبه التلج، وتحطيه معانا في الميه. بس نخلي بالنا عشان نكون شادين الشفاط او فاتحين الشبابيك، عشان في ناس طبعا بتتعب من اقل حاجه من الحاجات دي. ولازم اقول لكم طبعا لو هتستخدموه فخلي بالنا، عشان هو برضو بيبقى في ناس كتير ما بتستحملش الريحة بتاعت اي حاجة، اي منظفات، عندهم حساسية من اي حاجة. فالحاجات دي لازم نخلي بالنا منها ونقولها. تحطي بقى فيها عيون البوتاجاز وتنضفيها، او تحطيها في البخاخة بدل ما ترجعوا تاني للفيديو اللي انا منضفة بيه عيون البوتاجاز. قلتلكوا على الطريقة. هتجيبي بقى كده البخاخة بتاعتنا التانية، ما كانتش بتبخ فغيرتها، ده معطر فحطيت فيه المكونات بتاعتنا، وحطيت فيه المكون وبربه كده بالراحة وايه، ورشه على الحوامل بتاعتنا. بس اهم حاجة ما يكونش الكيس ايه مقطوع. ما تنسوش يا جماعة تصلوا على النبي في الكومنتات، وتقولولي منين انتوا بتشوفوني، من انهي بلد، ولو الفكرة عجبتكم ولا لأ قولولي برضو في التعليقات. بصوا هتسيبوه بقى حوالي 10 دقايق ربع ساعة حسب كمية الحاجات اللي مش حلوة والدهون الوسخة كده. بصوا انا لقيت الكيس بنقط، فمش هيهمنا، احنا ايه نلفه كده الناحية التانية عشان ايه المكونات تبقى في كل مكان. اهو بيتفاعل مع عيون البوتاجاز، هنسيبه على جنب
وهنا هنطلع بقى بعد حوالي 10 دقايق ربع ساعة حسب الدهون عندنا. وقاتل للدهون الصراحة يعني، بس خلي بالنا من ايدينا برضو. وبعدين يبقى الشفرة دي بقى هنعمل بقى ايه، الحتت اللي مش عارفين الليفة تجيبها، او نستخدم السلك مش هنعرف نجيب الحتت الضيقة دي، او الحتت اللي مش عارفين. هنحاول بقى نعملها بايه، بالشفرة بالحلاقة. وهننضف كده بكل مجهود عندنا. نخلي بالنا من ايدينا عشان ساعات ايه، في ايدين ما بتستحملش، فاحنا ايه نخلي بالنا منحطش ايدينا فيه. فعلى قد ما نقدر بقى نعمل كده بالمكنة، ونطلع كل السواد اللي موجود. هو بيطلع بكل سهولة اصلا، عشان كده المكنة ماشية فيه. لو لسه صلب يبقى محتاج مرة تانية، هتسيبوه ليلة كاملة بقى، او 5 ساعات تانيين، او 3 ساعات حسب ايه الدهون. فهتشطفيه او تمسحيه بفوطة مبلولة، وبيبقى يرجع جديد تاني زي الاول واحسن. رب تكون كده فدتكم، وتصلوا على النبي في الكومنتات وقولوا لي الطريقة عجبتكم ولا لأ. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقولوا لي لو انتوا عندكم طريقة تانية، قولوا لي في التعليق.